اهلا بيكم ساداتي سادتي في المزاد بتاعنا. هنبتدي المزاد بالفازة. الفازة الشقية عندنا من البيت، جايبينها من العتبة. الفازة تصميم حصري ممتاز، تحطها في البيت، في الصالة، في العربية، تتكسر في داهية مش مشكلة. هنبتدي المزاد بتاعنا ب50,000 دولار. مين يزود؟ 50,000 دولار؟ ده احنا العربية كلها على بعضها عندنا ب50,000 دولار. ال 2300 سي سي ب50,000 دولار. هعملها 2500 سي سي. استاذي بالله عليك، الله يبارك لك، المزاد على الفازة، فنركز في الفازة. هعملها ب 3500 سي سي. هعملها 3800 سي سي. الله، في ايه يا اخوانا؟ المزاد على الفازة، في ايه؟ هعملها 4000 سي سي. هعملها 4500 سي سي. استاذي بالله عليك، الله يبارك لك، المزاد على الفازة، فنركز في الفازة. طب هعملها 5000 سي سي. هعملها 5500. هعملها 7000 سي سي. هعملها 7000. يا اخوانا المزاد على الفازة. الفازة انتوا بتقولوا ايه؟ جرى ايه يا استاذ؟ دي فازة يا فطين، في ايه مالك؟ كبرش الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج سقراط العربيات. لو واحد صاحبك كلمك في التليفون وقال لك انزل تعالى هوريك عربية جبتها جديدة، وانت نزلت لقيت مكتوب عليها دي مرسيدس شرطة اي ام جي، وانت بكل براءة الدنيا قمت قايل له ما شاء الله حلوة المرسيدس جميلة، صاحبك ممكن يبص لك بصة قرف، وممكن كمان يبقى يقطع منك او يقطع علاقته بيك او يمسح رقم تليفونك اصلا. ليه بقى؟ انك غلطت غلطة كبيرة قوي. انت قلت على مرسيدس اي ام جي مجرد مرسيدس. الحقيقة ان اي ام جي ما كانتش مع مرسيدس. اي ام جي ليها قصة كبيرة. اي ام جي ابتدت بدايه صغيره، جراج محطوط في شارع مبهم معمول بنفرين وطفايه. شركه عملت اسم كبير وهددت كيان مرسيدس. مش بس كده، عملت اساطير في صناعه السيارات. الحكايه اللي احكيها لك النهارده هي حكايه اي ام جي، وازاي اي ام جي قدرت انها تهدد مرسيدس، وازاي النهارده عربيات المرسيدس الاي ام جي تختلف تماما عن مرسيدس عادي. وعشان كده صاحبك ممكن يبص لك بقى. ايه الحكايه يا صاحبي؟ هتبتدي في اوائل الستينات. ده هتبتدي باتنين مهندسين بيشتغلوا في مرسيدس. الاتنين دول بيحبوا المواتير الرياضيه، وتحس كده ان المواتير اللي كانت بتعملها مرسيدس في الوقت ده ما كانتش جايه على هواهم، اللي هو ايه ده؟ موتور بيطلع 200 حصان، عايزين حاجه اكبر. المهم الاتنين دول خدوا بعضهم وراحوا قعدوا على القهوه، وقال لك كده حطوا المفاتيح وحطوا السجاير والولاعه وقعدوا يتكلموا مع بعض. ما تيجي نعمل مشروع سوا. وهم ساعتها قرروا انه يفتحوا ورشه لوحدهم يشتغلوا على مواتير تطلع هورس باور اعلى من المواتير اللي مرسيدس بتطلعها، ومن هنا هينجح المشروع. وعايز اقول لك ان تقريبا دول الوحيدين اللي قعدوا على القهوه وعملوا مشروع ونجح. مفيش حد فينا بيقعد على القهوه ويقعد يتكلم في مشاريع بتنجح، لا بتفشل. الاثنين المهندسين دول واحد اسمه، ثانيه واحده ثانيه، هانز وورنر اورشيت وارهان مولشر. دي مش اسامي يقابلوا بيها ربنا. المهم على بدايه الستينات هما الاثنين قرروا ان هما يفتحوا الورشه بتاعتهم وسموها اي ام جي. اي الاسم بتاع اي ام اسم المهندسين الاثنين، وجي اسم المدينه اللي اتعمل فيها الورشه. هكتبها لك هنا عشان مش عارف انطقهم، مش عايزين احراج. المهم بعد ما عملوا الورشه بتاعتهم ابتدوا ان هم يجي لهم زباين بموتور يغيروا فيه شويه حاجات، المهم ان يطلع هورس باور اكتر. كان ساعتها الموتور اللي موجود هو الموتور الام 180، موتور بيطلع 120 حصان. المهم الموتور دوت هم جابوه، غيروا الكرانك، غيروا الهيد، عملوا شويه تغييرات كده بسيطه، الموتور بقى بيطلع 17 حصان زياده. هو رقم مش كبير يعني، بس المهم ان الزباين ابتدت تفرح بالموضوع ده، عربيه بتطلع هورس باور اعلى، فبقى بيروحوا لهم يغيروا لهم ايه التغييرات البسيطه دي.
وعلى أواخر الستينات ابتدوا يشتغلوا متخصصين في 4 عربيات أو 4 شاسيهات بتاعت عربيات من مرسيدس، كل الزباين بتروح لهم. شاسيه ال W108، ال W111، ال W112 وال W114. أي حد بيشتري عربية من الموديلات دي يروح لهم على طول، يغيروا له بقى الموتور، يعدلوا له فيه شويه، يغيروا السسبنشن، يعملوا له ابجريد، يغيروا الاكزوست سيستم. المهم ان في الاخر العربيه بتطلع من تحت ايديهم ابجريدد، والناس عجبها الموضوع وفضلوا شغالين بالشكل دوت لحد سنه 1971، ومرسيدس تنزل الموتور الام 100، موتور 8 سلندر بيطلع 200 حصان. يسيبوه في حالهم؟ ما يسيبوهوش. اي ام جي قررت تجيب الموتور وتفككه حته حته وتعمل له ابجريد من اول وجديد، وفعلا هتطلع موتور من تحت ايديهم بيطلع 400 حصان. مرسيدس كانت حطت الموتور دوت في العربيه اللي هي ال 300 الاس اي ال. هم خدوا الموتور وزي ما قلت لك عملوا له ابجريد. جالهم واحد قرر ان هو ياخد الموتور ده ويدخل بيه سباق، وبرضه بالعربيه دي. اما هم واخدين العربيه وعملوا لها ابجريد كامل، من اول الموتور لحد السسبنشن لحد الاكزوست سيستم، كل حاجه فيها ابجريد. المفاجاه، العربيه دي كسبت الثاني في سباق اللومانس ال 24 ساعه. ده مش بس كده، دي طلعت الاولى في فئتها. من هنا كل حاجه هتتغير لاي ام جي. الناس بقت بتسمع اي ام جي. اي ام جي هي اللي عملت العربيه. العربيه دي بالمناسبه في اول السباق كل واحد يبص لها كانوا قرفانين من شكلها، كانوا بيقولوا عليها الريد بيج او الخنزير الاحمر، استغفر الله العظيم يا رب. ما علينا. الناس دي لما شافت العربيه واللي عملته، وسباق الاندورنس ده مش اي سباق، ده العربيه بتخش 24 ساعه شغاله. فهم مش بس عملوا موتور بيطلع هورس باور اكتر، بل بالعكس ده خلوا العربيه وزنها اخف من عربيات تانية في فئتها. الريد بيج، العربيه دي كانت الموتور بتاعها اصلا المفروض 6300 سي سي، بيطلع 200 حصان 220 حصان. الابجريد اللي عملته اي ام جي خلاها 6800 حصان وبيطلع 420 حصان. العربيه دي لما مرسيدس عملتها كانت عربيه 8 سلندر، الموتور بتاعها 6300 سي سي، بيطلع حوالي 200 حصان. اي ام جي اللي عملته ان هي كبرت حجم الموتور، بدل من 6300 بقى 6800 سي سي. قال يعني 6000 دول مش قليلين ومحتاجه تزود. والموتور بقى بيطلع 400 حصان 420 حصان. الارقام دي ارقام فرق شاسع. والعربيه وزنها كان اخف من عربيات زي ما قلت لك، عربيات تانية كانت مصممه للسباق. دي عربيه كانت مع عربيه سيدان صريحه مرسيدس كانت عاملاها. فالقلبان اللي حصل دوت طبيعي الناس تبتدي تسمع اي ام جي، وابتدت الناس تروح لها علشان خاطر تابجريد العربيات بتاعتها. ما بقاش الموضوع مجرد بقى ان هي جراج صغير بيعمل ابجريد لعربيات عشان تخش للناس، لا دي كمان بتعمل ابجريد لمواتير بتخش سباق وتكسب. العربيه هتتحول تبقى ايقونه لاي ام جي. بقى الموديل ال W109 الشاسيه دوت اي حد بيشتريه بيروح لهم على طول عشان يعملوا له ابجريد. بس مش دي مكان العربيه الوحيده اللي كانوا بيشتغلوا فيها. كان في عربيتين برضو في الوقت دوت بعد السبعينات كانوا دايما بيشتغلوا فيها، اللي هي الار 107 الاس ال والدبليو 116 اللي هي تقريبا زي الاس كلاس. العربيات دي كانوا برضو بيشتغلوا وكانوا مركزين فيها علشان خاطر يعملوا لها ابجريد، ينهانس الموتور، ينهانس البريك سيستم، ينهانس السسبنشن عشان ترضي العملاء. لحد الثمانينات اي ام جي في حياتها عملت 24 مشروع. 24 مشروع اشتغلت فيهم قبل ما تبقى شركه بتاعه مرسيدس. ال 24 مشروع دول في منهم مشاريع مميزه جدا، ايقونه في عالم السيارات، زي مثلا السي ال كي. كلنا عارفين السي ال كي وازاي دي عربيه تحفه، عملت ارقام قياسيه حطمتها لسنين، عربيه معموله للسباق. ده كان تصميم من مرسيدس، وكل حاجه تانية كانت من اي ام جي. الموتور والسسبنشن كل حاجه كانت اي ام جي. وفي غيرها كتير وكتير، بس اللي انا عايز اكلمك عليها النهارده هي الهامر، المطرقه، العربيه اللي هتقلب بالموازين. في الثمانينات يا صديقي الدنيا هتتغير، مرسيدس هتطلع لنا عربيه تحفه،
عربيه ال W124 او اللي احنا نعرفها الاي 200. العربيه ابتدت بدايه متواضعه جدا، موتور صغير 4 سلندر، وبعدها حطوا موتور 6 سلندر. اي ام جي قررت ان هي تسيبها من الهبل ده وتعمل عربيه ليها هي، عربيه بفلسفتها هي. فلسفه اي ام جي كانت عاديه جدا، واضحه جدا، سهله جدا. وان مان وان انجن. يعني ايه؟ يعني الراجل اللي هيمسك الموتور هو اللي هيفك الموتور، هو اللي هيعدل الموتور، هو اللي هيركب الموتور، هو اللي هيرجع الموتور تاني في العربيه. يبقى الراجل واحد بس هو اللي بيشتغل في العربيه، ايد واحده بس. وده خلى جوده العربيه تبقى احسن، وغيروا فيها كل حاجه تقريبا. من اول الشاسيه بتاع العربيه عرضوه شويه علشان خاطر يستوعب الموتور، وفي نفس الوقت سبويلرز من ورا، وينزلوا العربيه وركبوا سسبنشنز جديده، كل الكلام ده. بس خليني اكلمك عن الموتور. الموتور مرسيدس كانت بتحط موتور 6 سلندر. اي ام جي جابت موتور كان مرسيدس بتشتغل عليه اللي هو الام 117. الموتور دوت كان موتور متواضع، موتور سنجل كامه واحده، كان بيطلع حوالي 224 حصان. جابوا الموتور دوت، غيروا الهيد خالص وخلوه 2 كامه، غيروا الكرانك، خلوا الموتور بيطلع 385 حصان. انا عايز اقول لك ان الموتور ده بعد ما ام جي عدلته بقت مرسيدس بتستخدمه. What؟ العربيه من كتر ما هي حققت ارقام قياسيه فوق العربيه العاديه الاصليه اللي كانت محققاها، كانت بتكتسح موديلات كتير جدا، وبالذات المنافس الشرس بتاعها بي ام دبليو. انا عايز اقول لك ان المنافسه مثلا ما بين مرسيدس الموديل دوت والموديل مثلا البي ام دبليو اللي ساعتها كان موجود وبينافس بشده الاي 34، منافسه ما كانتش موجوده، اكتسحت العربيه ولا كانها موجوده. بعد الاسم الكبير اللي عملته اي ام جي والتعديلات الكتير اللي عملتها، ابتدوا حتى كمان يفتحوا فرع منفصل عن الورشه الصغيره اللي كانوا فاتحينها. فتحوا فرع كبير لتعديل العربيات للعملاء العاديين، وفرع للعربيات الرياضيه. اي ام جي ابتدت تشكل تهديد صريح لمرسيدس. ابتدت تشكل لها تهديد. مرسيدس ابتدت تخاف من ان الشركه دي عماله تكبر وعماله تكتسح كل العملاء وبتقدم احتياج مهم جدا في سوق العربيات. احتياج الناس ان هي مش بس تركب عربيات عاديه، لا، عربيات متعدله ببرفورمانس اعلى من العربيات الستوك العاديه. مرسيدس اتجننت منهم، وعلشان كده هتبتدي تتعاقد معاهم، اللي هو النبي الله يبارك لكم ما تقطعوش علينا، تعالوا نشتغل سوا بدل ما نقطع على بعض. مرسيدس في بدايه التسعينات هتبتدي تاخد اي ام جي تحت جناحها، ويتعاقدوا مع بعض علشان خاطر يشتغلوا سوا. وفعلا هتسمح لاي ام جي ان هي تستخدم الديلر شيبس بتاعتها في ان هي تبيع العربيات. مش بس كده، هتعتمد السبير بارتس بتاعت اي ام جي بتاعها سبير بارتس جينوين او حاجه اصليه من مرسيدس. ومن هنا هيبداوا ان هم يتعاونوا مع بعض لحد سنه 93. هيبداوا مع بعض يعملوا موديل، اول موديل هما الاثنين بيعملوه بشكل رسمي في الاسواق، موديل السي 36. وده كان طب بدايه مختلفه، وكان بدايه كبيره جدا لاي ام جي والاسم اللي عملته. مرسيدس حرفيا قدام العالم كله بتعترف ان اي ام جي فعلا بتعمل عربيات محترمه ببرفورمانس اعلى وموثوق فيها مليون في الميه. ما بقتش مجرد شركه ولا جراج فاتح في اخر الشارع بيعدل تعديلات وخلاص. على اواخر التسعينات مرسيدس هتعمل لهم مفاجاه، هتقدم لهم تصميم وتقول لهم يلا ورونا بقى تقدروا تعملوا ايه. في الفتره دي مرسيدس كانت حالفه 100 يمين ان هي تكسب السباقات باي شكل من الاشكال، وهتستخدم كل الطرق اللي متاحه بالنسبه لها. وفي الوقت ده اللي كان قدامها اي ام جي قدموا لاي ام جي تصميم لعربيه، واي ام جي صممت كل حاجه تانية، الموتور والسسبنشن والبريك، كل حاجه في العربيه اي ام جي عملتها عشان تطلع لنا الاسطوره السي ال كي جي تي ار، العربيه اللي دخلت 17 سباق وكسبتهم كلهم. العربيه دي بعد ما نجحت على سنه 2000 قرروا ان هم يعملوا منها عربيات ليجل، للرود ليجل، اللي هي ينفع الناس تسوقها. العربيه دي اتعمل منها انتاج محدود قوي، 28 عربيه.
العربيه دي لحد النهارده من اغلى العربيات اللي موجوده، ليميتد اديشن. انت لو شفتها كانك شفت حاجه نادره جدا، مستحيل اصلا تتخيل ما مدى ندرتها. عربيه فعلا تحفه. مرسيدس اقتنعت ان اي ام جي مستحيل نسيبها كده، دي مش هينفع نسيبها تبقى، فقرروا ان هم يقدموا عرض لاي ام جي ان هم يستحوذوا على 51% من اجمالي الشركه. وبكده مرسيدس تضمن ان اي ام جي ما تخرجش بره جناحها. النجاحات والارقام الكتير اللي عملتها في عربياتها والبهدله اللي بهدلتها لها دي، لازم مرسيدس تاخد الشركه دي تبقى تبعها. وفعلا في 2005 مرسيدس بتقرر ان هي تستحوذ على الشركه بالكامل، واي ام جي بقت تعتبر رسميا شركه مرسيدس. ومفيش بقى اي ام جي شركه لوحدها ولا مملوكه لناس، هي شركه completely owned، تماما مملوكه تماما لشركه مرسيدس. مرسيدس اي ام جي النهارده مش بتعمل بس عربيات تبقى عربيات هاير بيرفورمانس، العربيات بتبقى مختلفه في كل حاجه. عشان كده لو تفتكر صاحبك اللي في اول الحلقه كان اصلا متضايق منك وقرفان، لازم يبقى قرفان، لان مش بس العربيات اغلى من العربيات العاديه، لا دي بتقدم بيرفورمانس اعلى بكتير من العربيات الثانيه. عندك مثلا في 2025 موديل مثلا زي الاي 53. الموديل ده فورماتيك، يعني اللي هو دفع رباعي. الموتور بتاعها بيطلع 600 حصان، 6 سلندر 3000 سي سي، متركب على فتيس 9 سرعات. عربيه خرافيه. مش بس ده، عندك الجي 63 الجميله، الاس يو في، العربيه الخرافه. العربيه دي 8 سلندر توين تربو، بتطلع 577 حصان عند 6000 لفه في الدقيقه. مش بس كده، العربيه تحفه بكل المقاييس. ومش دول بس، في عربيه كمان اللي انا بعتبرها بصراحه الاجمل دلوقتي في مرسيدس وماي بيرسونال فيفورت، العربيه اللي مفضله بالنسبه لي، السي 63 الاس اي بيرفورمانس. العربيه دي محطوط فيها موتور 4 سلندر، هي هايبرد، موتور 4 سلندر 2000 سي سي، تربو تشارج، بيطلع 671 حصان، راكب عليها فتيس 9 سرعات وسرعتين في المارشدين. عربيه خرافه بكل عربيه تحفه كده، انا عربيه تحفه تحفه. فاي ام جي النهارده مش بس بتشتغل على موديلات معينه، هي بتعمل دلوقتي كل حاجه. اي ام جي بقت مرسيدس، ومرسيدس بقت بتطلع الجزء البرفورمانس او البرفورمانس باكج من العربيات بتاعتها اي ام جي بشكل مستمر، وفي عربيات وموديلات كتير، وعلى مواتير مختلفه، مواتير 4 سلندر، 8 سلندر، 6 سلندر، شغال، كله شغال. العربيات اللي موجوده النهارده بتمثل فعلا الفلسفه والفكره اللي ابتدت فيها اي ام جي في الاول. وعشان كده الاي ام جي مرسيدس، الاي ام جي مختلفه تماما عن المرسيدس العاديه. لو انت بتتابع الحلقات القديمه بتاعتي هتلاقي برضو في عربيات مختلفه، انصحك ان انت تروح تشوفها وتتفرج على العربيات الغريبه، وفي قصص ورا كل عربيه وحوارات كبيره جدا، فانصحك انت تروح تتفرج عليها. مش دلوقتي، خليك ما تقلبش الحلقه، استنى خلص وروح بعد كده اتفرج على الباقي. الخلاصه يا صديقي، اي ام جي ابتدت بفكره مشروع من اتنين قعدوا على القهوه علشان يعملوا فكره، والمشروع وسع معاهم، وسع قوي. بس هما الاتنين كانوا مؤمنين بحاجه، يحبوا العربيات، يحبوا المواتير، وعايزين يخلوا الناس تنبسط بالعربيات بتاعتهم. يمكن الفكره كانت في الاول فكره بسيطه، مجرد ان احنا نعمل عربيات تبقى اعلى شويه. ابتدت في الاول ان الموتور يا دوبك بيزيد 17 حصان. النهارده العربيه الاي ام جي بتفرق عن العربيه العاديه، ممكن توصل ل 200 حصان. فرق كبير جدا ما بين العربيات اللي بتتعمل مرسيدس عادي والمرسيدس الاي ام جي. الاي ام جي قصه طويله، قصه كبيره، قصه كفاح اتنين قدروا ان هم يعملوا طفره في صناعه العربيات، قصه اتنين قدروا ان هم يشكلوا تهديد صريح لمرسيدس. مش بس كده، مرسيدس طوال فتره المنافسه مع اي ام جي ابتدت تشوف هم بيعملوا ايه ويزودوا عليهم. مرسيدس طوال البرودكشن لاين بتاعها قبل ما تبقى مع اي ام جي، طول الوقت ايه، مرسيدس تنزل عربيه، نزلت مثلا موتور فيه 200 حصان، 277 حصان، اي ام جي تروح واخداه وتخليه 320. مرسيدس نزلت موتور بيعمل مثلا 2300 سي سي، اي ام جي تاخده تكبره تخليه 3200.
مرسيدس خلت الموتور بعد كده يبقى 4000 سي سي، اي ام جي تخليه 5000، مرسيدس تخليه 6 يخليه 6300 وهكذا. اي ام جي سببت قلق كبير لمرسيدس، بقت عامله زي العيل الرخم اللي عمال يشوف هم بيعملوا ايه وينقش ويعملوا ويجيب نتيجه احسن. حاجه في منتهى الغرابه. فالقصه دي والفكره دي والطريقه دي خلت اسم اي ام جي يلعلع في السماء، تبقى حاجه مختلفه تماما عن اللي بيتقدم في الاسواق. بس يا سيدي، ودي كانت قصه الاي ام جي. تنساش لو انت بتتابعني على اليوتيوب يا ريت لو تعمل لايك وسبسكرايب وتشوف الحلقات اللي فاتت، وتستناني في الحلقات اللي جايه. هتكلم برضو عن العربيات، انا بحب العربيات جدا. ولو انت بتتابعني على اي منصه تانية، ايه منصه ايه الكلام ده، لو انت بتشوف يعني يا ريت تروح اليوتيوب تتفرج على الحلقه، هكون شاكر جدا. وتسبسكرايب هيساعدني كتير جدا، ده حاجه جميله منك. وبس يا سيدي، يعني مش عارف اقول لك ايه تاني. ثانك يو سو ماتش ان انت قعدت لحد اخر الفيديو. واهم حاجه خلي بالك من عربيتك، واشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.